بس انا رايح فين؟ انت عارف اللي ورايا ده يبقى ايه؟ بمناسبة ان النهارده 14/2/2025، فمحبة مني خليني اقول لك ان انت لو جاي على امريكا في طريقة بسيطة جدا ممكن عن طريقها تلاقي شغل وسكن وحاجات تانية كتير ممكن تسأل عليها لو انت حابب انك تعرفها. زي مثلا النهارده في جامع او في كنيسة، هتخش الجامع او الكنيسة بمجرد ان انت تخش على طول هتلاقي بورد زي البورد الجميلة دي. البورد دي بيبقى فيها معلومات كتيرة جدا عن ناس بتدور على سكن وناس عندها سكن، والعكس نفس الكلام، ناس بتدور على شغيلة وناس بتدور على شغل وهكذا. بمناسبة ان انا بصور لك من بيت المقدس، خليني اوريك الموضوع ماشي ازاي. بيت المقدس موجود في بروكلين، وزي ما انت شايف بالتاريخ اللي انا قلت لك عليه النهارده، ودي غرفة مثلا موجودة ب $500 ورقم التليفون. ده واحد بيدور على TLC بليت علشان يشتريها. في ناس بتدور على ناس تسكن برضه زي ما انت شايف، غرفه للايجار. في ناس بتدور على شغل وناس بتدور على سكن وهكذا. لو انت لسه جاي البلد جديد ومش عارف تعمل ايه، فصدقني الموضوع ده مفيد جدا، لان انا النهارده الحمد لله عندي فرصه لاكتر من 10 اشخاص ان هم يشتغلوا ويلاقوا سكن. فانا جاي النهارده زي ما ممكن حد تاني يعمل خير ويجي بياخد الارقام دي ويكلم الناس على اساس ان هو يجيب لهم الشغل والسكن ان شاء الله. فلو في حاجه انت محتاجها وممكن حد يساعد فيها، ممكن تيجي على مكان زي ده في اي جامع ممكن تلاقيه في امريكا كلها. وبرضه نفس الكلام على الكنايس، هيساعدوك جدا ومعاك في اي حاجه ان شاء الله. بس يا سيدي، لو استفدت النهارده ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير لو حد تاني ممكن يستفيد من الفيديو ده زي ما انت استفدت. ما تنساش تعمل لنا فولو عشان تستفيد ويجي لك كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.